الفيديو المنتظر. ازاي ممكن اعمل ريسايكلينج للشموع المتبهدله المتكسره زي كده، جزء بجزء، السايحه خالص، هل نقدر نستعملها او نرجع نستعملها تاني ولا لا. هو ده الفيديو بتاع النهارده، هاخدكم معايا خطوه بخطوه ازاي ممكن نعمل ريسايكلينج للشموع. اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. اعذروا صوتي في اول الفيديو، معرفش ليه ببقى فاقده الشغف وانا بتكلم معاكم في الفيديو. وانا بشتغل ببقى كل تركيزي في الشغل، فمش عارفه ابقى لذيذه كده وابقى انرجاتيك وانا بحكي عن الفيديو، فتلاقوني ميته شويه في الكلام. بس ما علينا، من كتر الفيديو ده ما اتطلب مني بقيت حاسه ان هو يعني لازم يتعمل دلوقتي حالا. كمان في ناس كتير قوي من صناع الشموع او حتى عندهم شموع في البيت عايزين يعملوا لها ريسايكلينج، عايزين يستفادوا منها ويشكلوها باشكال تانية. فليه لا؟ ليه نرمي الشمع القديم؟ نستفاد منه لغاية يعني اكتر استفادة ممكنة. في الفيديو ده هعلمكم بطرق بسيطة جدا ازاي ممكن تعملوا ريسايكلينج ونحول كل الدوشة دي والحاجات اللي ملهاش لازمة للاشكال الجميلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. فيلا بينا. اول حاجة واول خطوة هقول لكم عليها حالا اهي، هي دي اول خطوة، ان احنا بنعمل زي تصنيف للشموع. طبعا انتوا لو اصحاب مشروع شمع هتبقوا فاهمين انا بقول ايه، بس لو انتوا عندكم شمع في البيت وعايزين تعملوا له ريسايكلينج مش هتبقوا فاهمين يعني ايه تصنيف الشموع. هشرح لكم. الشمع اللي بيبقى محطوط في الكوبايات غير اللي بيستعمل في القوالب، كله شمع بخواص معينة. يعني بتوع القوالب ده بيبقى جامد شوية بيمسك نفسه، بس الشمع اللي زي ده اللي هو بتاع الكوبايات عادة ما بيبقاش ماسك نفسه. انا هنا عملت ايه؟ خدت كل الشمع اللي كان عندي في بواقي كوبايات وجمعته مع بعضه، وبرضو الشمع اللي هو موجود عندي اللي هو ده الصويا بتاع الكوبايات، برضو كل ده صويا، وده للأسف فيه حبة عطر يعني محطوط فيه زيت عطري. بس ما علينا، هنبتدي مع بعض ونعمل الريسايكلينج. يلا. انا بحب دايما ابتدي بشمع الكوبايات لان هو الاسهل. ليه؟ لان انا ما بيبقاش فيه اي فكرة، يعني انا بشيل الشمع من الكوباية وبقوم حطاه على طول اسخنه على النار. طبعا طريقة التسخين مختلفة، وفي نوعين من التسخين، يعني في نوعين او طريقتين او حتى 3 على حسب انتوا عايزين تستعملوا ايه، من ازاي ممكن اعمل تسييح للشمع. طبعا الطرق دي انا حطها عندي في القناة، ولو ما شفتوش الفيديو هحطه لكم برضو فوق، ممكن تدخلوا تتفرجوا عليه، او هحطه لكم في الصندوق بتاع الوصف. بصوا هتلاقوا غرائب وعجائب في الشمع، بس ما تركزوش، يعني حاجات قديمة، حاجات محتاجة تترمي. كل ده هنتصرف معاه وهننضفه، ما تقلقوش. انا دلوقتي بجمع الالوان اللي هي شبه بعضها، وشمع كوبايات عادة ما يبقاش ملون، بس بحاول اجمع الشمع اللي هو ايه، لايق على بعضه، يعني كله من نفس النوع. بصوا، في مثل كده بيقول عينك ميزانك. انتوا تقدروا تقولوا ايه الحاجات اللي تستاهل نعملها ريسايكلينج، والحاجات اللي زي دي اللي استحالة تعمل لها ريسايكلينج، يعني دي خلاص بتترمي. يعني بيوصل الشمع ان هو لونه بقى اسود، شكله بقى مش نظيف، ممكن تلاقوه مطرب كده، فمش بتاع ان انا اسيحه واعمله تاني، خلاص ده برميه. اللي ممكن بس اعمله ريسايكلينج الحتة الحديد دي اللي بدخل فيها الفتيل، دي ممكن ان انا اشيل كل الشمع اللي عليها واغسلها واستعملها تاني، لان هي حديد طبعا مش بتتأثر بدرجات الحرارة وكده ومش بتتبهدل، فانا ممكن استعملها تاني. غير كده اي حاجة تحسوا ان هي مش خلاص يعني قالت ارحموني، ارموها. دلوقتي انا سيحت كل الشمع اللي هو كان في الكوبايات، وزي ما انتوا شايفين هو لونه اغمق علشان كان فيه لون اللي هو على بني شوية. طبعا كل الحاجات دي اللي هي الشوائب الموجودة في الشمع انا هشيلها، ما تقلقوش. هاخد اي كوباية عندي، انا حبيت استعمل ده، شكله كيوت قوي وعجبني، فقلت ليه لا ما استعملوش. وقمت صبيت فيه الشمع، وطبعا حطيت فتيل مناسب ليه حجم الكوباية. الفتيل ده مش تخين، علشان الكوباية زي ما انتوا شايفين قطرها صغير، وقمت حطيته ومثبته الفتيل. طيب الحته بتاعه الفتيل دي، علشان اكيد حد لما سمع الكلام اللي انا بقوله قاعد يقول طب ايه الفتيل المناسب، هتلاقوا في القناه فيديو بيتكلم عن ازاي اختار الفتيل المناسب لقطر الكوبايه، فادخلوا برضو تتفرجوا عليه. هنا في حته مهمه جدا 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 عايزين ما ننساهاش، ان احنا قبل ما نسيح اي شمعه فيها حته من الفتيل محروقه لازم نشيلها.
نشيلها بسكينة، نشيلها بمقص، نشيلها بأي طريقة. عشان ايه؟ علشان الحتة المحروقة دي هتلاقيها بتغمق معاكو لون الشمعة نفسها لما تسيح. يعني دلوقتي مثلا الشمعة جاية على اصفر شوية او على لون اوف وايت كده، لما تسيح مع الفتيل وهو محروق هتلاقيها غمقت. احنا مش عايزين ده، فالاحسن ان احنا ايه نشيلها خالص. حاجة مهمة قوي هنا، ازاي احدد القالب المناسب للقالب ده؟ يعني مثلا الشمع ده هو الشمع قوالب وانا عايزة اسيحه، ازاي احدد ايه القالب المناسب ليه؟ حاجة بسيطة جدا. انا هنا في الفيديو حددت ان ده القالب المناسب ليه. طب عرفت ازاي؟ عرفت ان انا قست وزن الشمعة نفسها، او اللي هو الشمع اللي عايزة اعمله ريسايكلينج او اعادة تدوير. قست وزنه كام؟ هنا زي ما انتوا شايفين في الفيديو 147، هنقول ان هو 150. ايه هي الشمعة اللي وزنها عندي 150؟ هي شمعة الورد. فانا ممكن استعمل القالب بتاع شمعة الورد اللي هو عادة مقاسها حوالي 75، اعمل منه شمعتين ورد من القالب ده اللي انا عايزه اعمل له ريسايكلينج. فاهمين قصدي ايه؟ يعني قالب الشمع اللي هو البايظ اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ممكن يعمل لي 2 قالب ورده. طبعا دي حاجه تحفه. هنا بوريكم ازاي بعمل الريسايكلينج ليها وازاي بنظف. اتفرجوا بقى ASMR واستمتعوا. بصوا، هو واحنا بنسيح الشمع مش محتاجين خالص ان احنا نقعد نقلبه، هو بيسيح لوحده. بس وطوا عليه الحرارة خالص، يعني خلوا النار هادية وسيبوه هو هيسيح. بس طبعا كشخص زي ما يقدرش يسيب حاجة في حالها، لازم كده اقعد اقلب واكسره حتت صغيرة والعب بيه وحاجات غريبة كده. واشيل الفتيل مثلا. هنا قررت ان انا خلاص هسيب كل حاجة وعايزة اشيل الفتيل اللي موجود جوه الشمعة. فبصوا، مش شرط تعملوا زي في الخطوة دي، بس اللي عايز يلعب بالشمع انتوا حرين. خلاص بعد لما شلت الفتيل وظبطت الدنيا، هبتدي بقى ايه اصفي الشمعة وفي القالب بتاعها. القالب احنا اوريدي جهزناه مع بعض، فهنبتدي على طول الصب. انا هنا زي ما انتوا شايفين استعملت الصفاية دي اللي هي بتكون ضيقة خالص، عشان اي شوائب موجودة في الشمعة بتقوم شايلها لي، وبتبقى الشمعة خارجة من القالب نظيفة وما فيهاش اي ورق، اي حاجات صغيرة كده، اللي هي تبقى شكلها نظيف. بس طبعا انتوا ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. اللي هو الشمعة عندكم نظيف وما فيهوش شوائب، ممكن على طول تصبوا. او لو ما عندكمش صفاية او مش عايزين تستغنوا عن صفاية من البيت، ممكن جدا برضو تستعملوا حاجة قماش او حاجة مثلا زي شاش كده. الشاش ده هيحكم برضو او هيمسك الشوائب ومش هيخليها تنزل في الشمع. ده اوبشن طبعا ليكوا لو انتوا حابين. بعد ما الشمعة نشفت على طول اهو هنخرجها من القالب ونقص الفتيل. وكده استخدمنا ريسايكلينج لشمعة واحدة، عملنا بيها شمعتين. وركزوا يا جماعة، ده كان شمع قوالب. خلاص فضل معايا حبة صغيرين ارميهم يعني، واحنا قصدنا اصلا من الفيديو ان احنا نعمل ريسايكلينج؟ اكيد ما ينفعش. مش انا الشخص ده خالص. احنا الفيديو ده بنستفيد من كل حاجة موجودة عندنا. فممكن اجيب مثلا قالب صغير زي ده اللي هو بتاعة البالونات، واقوم صبة فيه البواقي بتاعة الشمع. اي قالب عندكم، حتى قالب فواحات او قالب مثلا دبدوب صغير، على حسب الكمية اللي عندكم، كملوا الشمع كله واستفيدوا منه لغاية اخر قطر. بصوا، ده مجموعة من الشموع. كان مفروض ان هو شمع امك على نخيل. بالنسبة اللي انتوا عارفينها بتاعتي اللي هي 60 امك ل 40 نخيل. اللي حصل معايا وانا بعمل الشمع ده انه كان في واحدة من الشمع فيها ورد او فيها زي شجر صغير كده للزينة، وطبعا كله دخل على بعضه، فزي ما انتوا شايفين مش منظر خالص. فانا قررت ان انا ممكن اسيحهم كلهم مع بعض بالالوان المختلفة اللي موجودة دي، هيطلع معايا شمعة باللون البني. طبعا انا عملت نفس الخطوات، قست الشمع كله على بعضه
يكون وزنه قد ايه، ولقيت ان هو بالظبط واخد القالب بتاع الورد. عارفين الشمعة الوردة الكبيرة اللي هي، هوريها لكم اسهل. وسيحته كلهم بنفس الطريقة. درجة الحرارة بتاعة الشمع ده الأحسن ان هو يسيح في نار هادية جدا وما يوصلش درجة حرارة عالية. يعني انا هتلاقوني دايما في الفيديوز قبل ما الشمع يسيح كله بقوم طافية عليه النار وبسيبه هو يسيح ويكمل الحتت الصغيرة دي في السخونية بتاعته نفسه. اوكي، فما تعلوش عليه النار خالص، خلوكوا واقفين جنبه، قلبوا لو عايزين تقلبوا. الاحسن والافضل ان انتوا تسيبوه في حاله، بس لو عايزين تقلبوا مفيش مشكله. وزي ما بقول لكم لما توصلوا لاخر جزء مسحش لسه، سيبوه واطفوا عليه النار وهو هيسيح مع نفسه. كنت عايزه اقول حاجه هنا، ان الشمعه دي ناس كتير قوي كانت بتبعتلي عنها ان الشمعه بتتكسر لما بخرجها من القالب. يا جماعه الشمعه دي علشان هي فيها تفاصيل كتيره فطبيعي ان في حتت تتكسر وانتوا بتشيلوها من القالب. ده حاجه طبيعيه جدا، مش عيب فيكي، مش عيب في القالب، مش عيب في الشمع، مش عيب في اي حاجه. احنا عشان بنستخدم شمع امك على نخيل فهو دايما بيبقى ضعيف او مش ضعيف، هو بيبقى شوية التفاصيل الرفيعة دي ممكن تتكسر، فده عادي جدا. وبرضو حتى لو اتكسرت بتبقى الشمعة لسه واخدة شكلها ومدية شكل حلو، فما تقعدوش تقلقوا وتوفر ثينك الموضوع، عادي جدا. وزي ما انتوا شايفين شكلها تحفة. الشمعة دي بقى العيب الوحيد فيها ان هي بتطلع عيني علشان تطلع من القالب. هي صعبة جدا ومحتاجة فعلا يعني صبر، بس الحمد لله يعني هي بتطلع، مش ان هي بتتكسر او بيحصل حاجة، بس لا فعلا محتاجة صبر ومجهود. مبدئيا كده انا عاجبني قوي اللون وحاساه مميز جدا، وحاسه ان هو صعب اصلا يطلع لو استعملت الالوان، انتوا متخيلين؟ فاللون مميز جدا وتحسوه كده ينفع يتحط على حاجه ذهبي او اي لون كده حلو، هيدي شكل فعلا مميز. تعالوا نكمل بقى ونروح للطريقه اللي بعدها. ده شمع قوالب بس صويا، مش شمع نخيل على امك. اوكي، فطبعا ده بيبقى احسن واسهل في التشكيل وما بيبقاش فيه عيوب خالص. فده بتبقوا بتسيحوه وبتعيدوا تدويره وانتوا مطمنين، يعني الريسايكلينج بتاعه بيبقى سهل جدا. بس حاجة وحيدة بس كنت عايزة اقولها، لو فيهم زيوت عطرية، لو انتوا مزودين مثلا على الورد ده زيت عطري، فانصحكم ان انتوا بتسيحوه تحطوا الغطا علشان الزيت العطري ما يتبخرش. وفي نفس الوقت طريقة التسييح بتختلف شوية، غير ان درجة الحرارة بتكون اهدى حاجة ممكنة. يعني مثلا لو انتوا الفرن عندكم الكترونيك فبتحطوها على 1 وتسيبوه، يا اما لو انتوا الفرن عندكم غاز زي حالاتي كده فانتوا بتوطوا النار خالص اقل حاجة ممكنة. ولما تيجوا تسيحوها لازم زي ما بقولكوا تحطوا الغطا وما تسيبوش يسيح لغايه الاخر. الاحسن ان انتوا تطفوا النار عليه قبل ما يسيح او يخلص ان هو يسيح كله. ولازم تسيبوا الغطا برضو مقفول شويه بعد لما تشيلوه من على النار، ده بيحافظ على الزيت العطري. طب فرضنا ان احنا عايزين نحطه في قالب تاني ونزود عليه زيت عطري، ممكن جدا نعمل الخطوه دي. بس تتحسب ازاي؟ هنقول مثلا ان احنا حاطين زيت عطري بنسبة 12% او بنسبة 10%. دايما لما بنسيح الشمع بنحط نسبة 2% على الاقل او 5% على الاكتر ان الشمع ده الزيت العطري بتاعه اتبخر. لو مثلا فرضنا ان هو 10%، فممكن نقوم مزودين مثلا 2% من الزيت العطري. او لو احنا مثلا بنستخدم نسبة تانية مختلفة على حسب النسبة اللي انتوا طبعا بتستخدموها، المهم زودوا 2 جرام مثلا زيت عطري عليها او على حسب اللي انتوا شايفينه مناسب. هوريكم بقى دلوقتي حركة ذكية جدا انا بعملها، هتقولوا ده الريسايكلينج اللي بجد. بصوا، فاكرين الشمعة اللي احنا عملناها القالب بتاعة الوردة؟ شايفين الفتيل بتاعها طويل ازاي؟ ليه طويل كل ده؟ ممكن نستغله ونقصه وندخله في الشمعة التانية اللي هي الوردة التانية الصغيرة. جماعة دي مش وساخة، ده انا ضفري فيه تعويرة فما تركزوش. ها، بدخل الفتيل بتاعي اهو، شايفين
يكفي معايا وزياده كمان. وبعد كده عادي بقوم صب الشمع. انا هنا الشمع بتاعي ده ما كانش فيه اي شوائب، فصبيت على طول زي ما قلت لكم في الفيديو في الاول. اي شوائب موجوده بستخدم المصفى، مش موجوده والدنيا تمام بصب على طول من غير اي قلق. بصب على درجه حراره بتهيألي انتوا خلاص عرفتوا الموضوع ده، من 65 ل 70، ماكسيموم 75، بس الاحسن ان انتوا تنزلوا ل 70. انا ما بقولش الكلام ده في الفيديوهات من كتر ما بعيده، بحس ان انتوا خلاص حفظتوا، بس معلومه كده على الماشي. بصراحة اللون طلع خطير، احلى بكتير من اللي انا كنت متخيلاه. يعني انا كنت فاكرة ان هو هيدي لون بينك بس هيكون اهدى من كده، بس بجد طلع يعني مميز. عارفين الالوان اللي هي تبقى مميزة. انا استعملت زي ما انتوا شايفين برضو القالب بتاع البالونات دي او البالونز، علشان حسيت ان انا مش عايزة ارمي اي حاجة. في بواقي موجودة وقعت مني وكده، ممكن برضو اسيحها واستعملها في let's say مثلا فواحات او اي حاجة تانية شكل صغير، قوالب صغيرة. طبعا بشيلها دلوقتي. شايفاهم بجد الالوان بتاعتها كلها تحفة، واكتر حاجة بجد عجبتني التوينز الدبدوب ده. بصوا انا حسيت ان الفيديو طويل مني قوي، فقررت ان انا اعمله على جزئين. لسه عندي شمع الصويا ده اللي هو موجود في زيت عطري وكمان في الوان مايكا، وعندي برضو الشمع التاني اللي هو وريته لكم في اول الفيديو. فالاحسن ان احنا نقسم الفيديو ده على 2، نعمل بارت 1 وبارت 2 علشان ما يبقاش طويل قوي مننا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، وما تنسوش الفيديو ده على 2 بارتس، فاتفرجوا على الاتنين مع بعض. مش محتاجة طبعا اقول انتوا خلاص خدتوا على الموضوع. اللي عنده اي سؤال او استفسار ياريت يكتبهولي تحت في الكومنتس، وهرد عليكم ان شاء الله في الاسبوع الجاي لما انزل بارت 2. اشوفكم على خير يا حلوين، باي باي.